السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بطالع الأخبار من الصباح، لقيت منشور منتشر في عدة جروبات، وخلاني أقف وقفة إنه لازم أعلق على المنشور ده، مش لأنه المنشور مهم للدرجة دي، لكن لأنه المنشور يتسق تماما مع نوعية الخطاب اللي بتبث منذ اللحظة الأولى من صبيحة 15 أبريل، أي الطلقة الأولى التي أشعلت هذه الكارثة. المنشور بيقول شنو؟ وعشان كده بقول لك متسق مع نوعية الخطاب. المنشور بيحكي للناس الإنجاز الكبير للقوات المسلحة السودانية والفشل الكارثي للدعم السريع. نقاط اعتماده على الانتصار الكبير، توضيحا للانتصار الكبير للقوات المسلحة والفشل الكبير للدعم السريع. هو بيتكلم عن انه القوة الكبيرة من الدعم السريع، وطبعا عدد الآليات وافراد قوات الدعم السريع وغير اللي تحركوا في صبيحة 15 ابريل. بيقول انه القوة دي كلها فشلت في انها تسيطر على القيادة العامة بالكامل، بل سيطرت فقط على جزء من القيادة العامة. وبيقول انه الهدف الاساسي من هذا التحرك كان قتل البرهان، وحتى الان فشلوا في قتل البرهان، وبيرى ان هذا انجاز للقوات المسلحة وفشل كبير للدعم السريع. هو ما قادر ينظر او ما عايزك انت كانسان بسيط تنظر لمسألة بسيطة جدا، اللي هو انه هو عايزك تشوف من اتجاه واحد. انت نعم شوف انه سقوط جزء فقط من القيادة العامة وعدم سقوط الجزء الآخر ده إنجاز، عايزك تشوف النقطة دي، لكن ما عايزك تسأل انت وماذا عن سقوط العاصمة بالكامل في أقل من نصف ساعة. وعايزك انت تتكلم في الإنجاز الكبير والبطولات اللي بيحكوا عنها قدمها البرهان وفشلوا في اغتياله، وإنه ده فشل للدعم السريع وإنجاز كبير جدا. لكن ما عايزك تشوف وتسأل ماذا عن الآلاف الذين قتلوا من مدنيين وعسكريين منذ انطلاق هذه المعركة. ما عايزك تسأل الأسئلة دي أبدا. ليه؟ لأنك أنت لو سألت الأسئلة دي معناه أنت قاعد تتكلم عن الفشل الأمني والعسكري الكبير جدا اللي حصل، إنه عاصمة تستباح في أقل من نصف ساعة، وآلاف الناس يقتلوا، والملايين تهجر، والانتهاكات تقع بهذه الطريقة، وكأنه ليس هنالك لا جيش لا شرطة لا أجهزة أمنية لا استخبارات ولا غيره. ما عايزك تتكلم عن النقطة دي، لأنك هنا بتكون وصلت إلى موضوع الجرح الحقيقي، الخلل الحقيقي وين. وعايزك انت ما تنتبه للنقطة دي ولا تتكلم في الحتة دي، وعشان كده فورا حيلصق عليك تهمة انت جنجويدي وانت مؤيد للدعم السريع وانت غير، ولو كنت بتشتم وتسب الدعم السريع من سنوات وكل صباح والى اليوم. ما عنده مشكلة في الموضوع ده، واحيانا بيجي يطلع يبرر لك بشنو، لكن ده ما كان غدر. وعموما انا عمري ما سمعت عن جيوش ومؤسسات أمنية واستخباراتية وشرطية تتفاجأ بتحرك عسكري ضدها، المفترض أصلا تكون قارية الموضوع من شهور ومن سنين كمان. عمري ما سمعتها، وده في حد ذاته فشل. لكن كان غدر كيف يعني؟ أنا عايز أسأل، كان غدر كيف؟ كان غدر كيف وحميتي قبل اشتعال هذه الحرب مشى واعتكف في دارفور من قبل 6 شهور، وقاعد يهدد بإشعال البلاد وانطلاقة معركة، والناس قعدت من هنا ومن هنا تدخل في مفاوضات وتحانيس وغيره وغيره لغاية ما أقنعوا الراجل وردوا البرهان من هنا وجابوه الخرطوم رجعوه ولغوا له فكرة إنه يشعل الحرب من دارفور. وجو وقعدوا اتفقوا، وكلنا نتذكر الحاجة دي، وحلت الخلافات فيما بينهم وكل الأمور مشت تمام واتفقوا على حاجات. هو حميدتي بيدعي إنه البرهان هو اللي قفز عن الاتفاق، والبرهان هو بيدعي إنه حميدتي، بغض النظر عن مين اللي قفز عن الاتفاق اللي تم بينهم. الفكرة إنه وجود مهدد بقيام حرب في السودان كانت معروفة قبل هذه الحرب ب6 شهور، بأكثر من 6 شهور، لأن الخلافات كانت وصلت مدى، ولأنه الرجل مشى اعتكف في دارفور وبدأ يجهز في قواته ويعد لتحرك عسكري واضح جدا. كان معروف الحاجة دي. سيبك منه. كيف يكون غدر والناس كتبت منشورات عديدة
تحذر من المعسكرات اللي قاعدة تحيط بالعاصمة القومية. كل صباح بنتفاجأ بمعسكر جديد، وآلاف القوات من الدعم السريع بتكون متواجدة في المعسكرات دي، وتسليحها مرتفع وتدريبها وتحركاتها غير طبيعية. ناس اتسجنت. أنا واحد من الناس اللي كتبوا الموضوع ده، وواحد قبلنا وللأسف ناس الاسم، ريت كنت حضرت كتابته قبل اتسجن 3 شهور في السودان بسبب إنه حذر من الدعم السريع قبل المعركة دي. وواحد زي كتبت في الموضوع ده وحذرت منه وقلت ده فشل كبير للجيش، كيف حاجة زي دي أمنيا تكون مقبولة وتحصل أصلا، واتسجنت واتبهدلت بسبب المواضيع دي. طيب كيف يكون غدر؟ إذا كنا نحن الناس البسيطة اللي قاعدين على مستوى الميديا عارفين الحاجات دي، كيف جيش واستخبارات وجهاز أمن وشرطة عسكرية وشرطة مدنية يتفاجئوا بحاجات زي دي ويكونوا ما عارفين؟ طيب سيبهم عشان تشوفوا الاستهبال واصل أي مدى. وصلوا بينا مرحلة إنه في نفس النقطة اللي بيقولوا عن الغدر، طلعوا الناس المتابعين واللي كانوا يحاولوا يوفقوا بين الرجلين ويصلحوا بين الرجلين زي قحط وزي البعثة الأممية وغيرها. طلع خالد سلك وحذر الناس، قال لهم يا جماعة دي لو ما وصلوا لاتفاق معناه نحن ماشيين على حرب. قاموا حوروا الكلام وقالوا لا، خالد سلك هدد بقيام الحرب، ومعنى كده انه قحط والدعم السريع اتفقوا على الحرب، ودي كان حاجة متفق عليها. ليه هو ما عايزك تفهم الموضوع في سياقه، انه ده كان تحذير للجميع من اننا مقبلين على حرب، وعايزينك تقول لا ده كان تهديد، وعشان انه ده متفق مع الدعم السريع، والدعم السريع الجناح العسكري لقحط. لأن انت لو سألت مجمل الأسئلة اللي انا بتكلم عنها من بداية الفيديو حتصل لحقيقة بسيطة جدا: من الذي أشعل الحرب؟ وما هي الأهداف من وراء إشعال هذه الحرب؟ لأن الناس لما حذرت، وخالد سلك اللي بيقولوا إنه هو هدد، لما حذر الناس بقيام الحرب، قائد من قادة الجيش اللي هو ياسر عطا قال له الحرب لو قامت حننهيها في خلال 6 ساعات. وأحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة معروفة للجميع. وما دايرك تتكلم عن الخلل ده، وما دايرك تتكلم عن كل الفشل ده، وما دايرك تتكلم عن كل الحقائق الموجودة على الأرض. دايرك تتكلم فقط في الحاجة اللي هو عايزها، وإلا إنك تكون جنجويدي كاره للبلاد وخائن. ليه نوعية الخطاب؟ لأنه في الأساس من أشعل الحرب والصورة واضحة كان له أهداف بسيطة جدا. اعتقد غباء وجهلا إنه موضوع حسم الدعم السريع سويعات، والقضاء على قحط بهذه الدعاية الإعلامية مسألة وقت، وإنهم عائدون للعودة إلى السلطة والاستمتاع بفساد وخطل وجرائم وفشلهم اللي عايشناه سنين طويلة مرة أخرى. الناس انتبه وتنادي لا لإيقاف الحرب. ومن غرائب الزمن إنه أصبح في سودان اليوم من ينادي بإيقاف هذا العبث وهذه الحرب العبثية هو خائن، واللي بينادي بالدمار واستمرار الحرب والموت والإبادة لا هو ذا الوطني المفروض اللي نشجعه. حتى الموازين اختلت، العقول بقت غريبة جدا، انت ما تفهم نحن ماشيين لأي اتجاه صراحة. طيب عايزين تحلوها بالحرب، حلوها بالحرب، ما عندنا أي مشكلة. ما حنسألكم عن ال4 شهور ونتاج ال4 شهور على الأرض، لكن لما انت تقعد تستنفر الناس البسيطة اللي ما عندها علاقة بالحروب، انت محتاج لكم ضحية من الشباب السوداني عشان يكونوا ضحايا وحطب لنار الحرب دي عشان تقدر تحرر العاصمة الخرطوم كما تقول. طيب جميل جدا، اقتل الآلاف بيد الآلاف كما فعلت في الجنوب ومن غير أي نتيجة، وفي الآخر فصلت الجنوب نقول يا أخي انت حررت الخرطوم بعد ما ضحيت بآلاف الشباب. طيب بعد ما تضحي بآلاف الشباب ماذا سيبقى في العاصمة القومية عشان انت تقول لي يا اخي احنا عايزين نحرر بيوتنا ونفض بيوتنا؟ هو اصلا حيكون في بيت ولا مرفق انت ترجع له وتسكن فيه والناس ترجع له وتسكن فيه بعد معركة زي دي وبعد دمار انت بتقود الناس له؟ ليه الناس ما تتعقل وتعالج وتحل المشكلة دي فعليا؟ ناس تعقل، اوقفوا هذا العبث، اوقفوا هذا الدمار، لان الحرب دي حتتوسع دائرتها وحتخرج عن سيطرة حتى الطرفين المتقاتلين. خلونا ندرك ما تبقى من السودان ونعالج الأمور بتعقل. السلام عليكم ورحمة الله.